السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أمهات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضر معكم حلوة القرقعة اللي غادي نحضروها للعيد إن شاء الله، اللي كنحضروها بالكاوكاو. كتجي هشيشة وبنينة، سهلة في التحضير، اقتصادية ولذيذة بزاف. كنحضروها غير بالبوق، يعني بمكونات متوفرة في كل منزل. فغادي نخليكم مع المكونات اللي غادي نحتاجو في تحضير وصفة اليوم. كنحتاجو 125 غرام ديال الزبدة، انا استعملت اللذة، ممكن تستعملوا نتوما اي نوعيه. كنحتاجو ايضا كاس ديال السنيده العبار بالكاس ديال العنبه، بيضه واحده اللي كتكون بحراره المطبخ، القليل من الملح. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الكاوكاو، انا استعملت هذه النوعيه ديال القرعه اللي كيكون جاهز، اللي كيكون جاهز للاكل. فانا ما كلاوش ليا الوليدات وحاولت انني نخدم به الحلوى. فانتوما غتستعملوا الا ما كانش عندكم هذا ديال القرعه غتستعملوا غير الكاوكاو العادي اللي كنخدموا به الحلويات، 250 غرام اي رابعه. وكنحتاجوا ايضا الدقيق حسب الخليط، وخماره وحده اللي كتكون من فئه 7 غرام. هادو هما المكونات. غادي ندوزو لطريقه التحضير. طريقه التحضير غادي ناخذوا الزبده اللي ضروري تكون بحرارة المطبخ. كنعرفوا الجو أنه بارد وصعيب أننا باش نخدموا الزبدة، وصعيب باش تنسجم لنا مع المكونات، لأن الحال بارد كتكون حتى هي باردة. غادي نقطعوها كيف قلت لكم 125 غرام ديال الزبدة. غادي نضيفوا لها بيضة واحدة اللي كتكون بحرارة المطبخ، كأس ديال السنيدة، الكاس اللي كيعادل يعني الكاس ديال العنبة. كنديروا القليل من الملح باش كيثبت لنا الذوق وكيعطي مذاق زوين للحلويات. كنحتاجو ايضا 250 غرام ديال الكاوكاو، ديال العقده ديال الكاوكاو. كيف قلت لكم ممكن ديروا الكاوكاو العادي سواء الرومي او البلدي. كنجيبوا واحد الرابعه وكنحمروها في الفران. ملي كتحمرينا كنقشروها، من بعد ما كنقشروها مباشره كنطحنوها حتى كتولي لنا بحال هذا الشكل، يعني نطحنوها مزيان وصافي كتولي جاهزه. كنبقى نخدم هاد المكونات كامله، كنحاول انني هاد المكونات ندخلها مع بعضياتها حتى تنسجم. فغادي نضيف انا في هاد المرحله كيس ديال الفاني، ما وريتوش لكم في البدايه لانه كيبقى اختياري. اللي بغات تحتفظ غير بالمذاق ديال الكاوكاو فتحتفظ غير بالمذاق ديال الكاوكاو، راه كتجي بنينه البنات. واللي بغات تضيف الاضافه ديال الفاني فكيعطي المذاق الفاني مع الكاوكاو مذاق البنات كيجي لذيذ بزاف. فكنخدم هاد المكونات، كنحاول نخدم الزبده كيف قلت لكم راه مع الجو بارد يعني صعيب باش تنسجم لنا مع المقادير. كنخدم الكل مزيان، وكيف قلت لكم يعني ممكن تخدموا بالكاوكاو العادي اللي كيتباع في المحلات، يعني ماشي بالضروره ديال القرعه، لان هذا ديال القرعه كان ما كلاوش ليا الوليدات وانا حاولت انني نستغلو في الحلويات. غادي نضيف كيس من خميره الحلويات اللي كتحتوي على 7 غرام، وغادي نضيف الدقيق. كنضيفوا الدقيق تدريجيا، نحاولوا اننا ما نديروش في دفعه واحده. وغادي نخلط الكل حتى يتخلط ليا، وغادي نرجع معكم من بعد ما غادي تجمع ليا العجين. هنا جمعت لي العجين، وكيف كتشوفوا العجين كيكون رطب. كنأكد ان العجين يكون رطب ما يكونش قاصح باش يساعدنا ملي غادي نبغوا نخرجوه بالبوق. انا عندي هذا البوق اللي كيكونوا السنينات ديالو رقاق وكيكونوا السنينات كتار، فانا راه بديت خدامه به، غير حاولت انني نوريه لكم. وكندير العجين في البلاستيكه باش ما تنشفش ليا لان فيها الكاوكاو. كناخذ البوق وكنبدا نخرج العجين. ملي كيكون العجين رطب راه كتخرج لينا بسهوله، وكتخرج لينا على شكل قرقعه اللي هي كتكون بحال الشكل ديال الوريضه، بحال حلوه البوق ديال الزمان. هاد الحلوه كنا كنديروها يعني قديمه، ايامات الزمن الجميل اللي كنا يعني معروف هاد الحلوه القرقعه بالكاوكاو. يعني كان تقريبا كل البيوت المغربيه كتكون فيها هاد الحلوه لان كتجي لذيذه وسهله، يعني حتى في التحضير، يعني دغيا كنوجدوها حتى لاخر لحظه وممكن توجدوها. يعني كنبقى مستمره بهذا الشكل، يعني كنخرج بالبوق العجين ديالي. وكيف قلت لكم ضروري كنأكد انها ما تكونش العجين قاصحه، الا كانت قاصحه راه ما غاديش تخرج لكم بسهوله من البوق.
فغادي نكمل العجين كامل بنفس الطريقة. بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش البوق فممكن يديروا كويرات تكون صغيرة ويطبعوها بالطابع ديال الوردة. فاش يعني غطيب غادي يلصقوا وحده مع وحده، حتى هذه ممكن، يعني ماشي بالضروره انكم تخرجوها بالبوق، فيعني غير كنديروا لها البوق باش تجينا بحال الشكل ديال القرقعه. في هذه المرحله كيكون الفران كيسخن، من بعد ما كيسخن لينا مزيان كنقصوا ليه العافيه، كتكون مهيله كنديروا اللاطه الفوق حتى كطيب لينا من التحت، عاد كنكملوا ليها الطياب من الوجه وغادي نتلاقاو. هنا من بعد ما طابت ليا الحلوى كيف كتشوفوا اللون ديالها كيجي موحد، كندوبوا الشوكولات الاسود. اللي بغى دير الشوكولات الابيض راه دير الشوكولات الابيض، كيبقى لكم نتوما الاختيار. الشوكولات هنا خليته حتى برد شويه، عاد غادي نلصق به الحلوى ديال القرقعه، كنلصق وحده مع وحده باش كتعطيني الشكل ديال القرقعه. ممكن اضافه يعني واحد نصف ملعقه صغيره ديال الزبده الا بغيتو الشكل يعني ديال الشوكولاته يجيكم بحال الشكل ديال الكريمه، اولا ممكن تضيفوا ليه القليل من الكريمه اللي كتكون سائله، يعني الكريمه اللي كتكون ديال العبار ممكن تضيفوا ليها شويه الشوكولاته الا بغيتوها تجيكم الشوكولاته يجيكم رطب من الداخل، لا ما بغيتوش الشوكولاته يجيكم قاصح. وهذا هو الشكل النهائي ديال حلوه القرقعه اللي حضرت معكم اليوم بالكاوكاو. كتجي مرمله، كتجي هشيشه لذيذه وبنينه بزاف واقتصاديه حتى في المكونات ديالها. فكنتمنى فيديو اليوم انه ينال اعجابكم. ما تنساوش جيم الفيديو وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم. هذه الحلوه كنتمنى انكم تجربوها العيد ان شاء الله. غادي نتلاقاو في فيديو اخر مع العديد من الحلويات اخرى.